بسم الله. الخوف، ايه هو الخوف اللي كلنا تقريبا حسينا بيه في وقت ما من حياتنا؟ هل الخوف مرضي كله؟ هل هو صحي؟ هل هي ظاهرة؟ الواضح انه الخوف من المحركات والدوافع الرئيسية للسلوك البشري، يعني من غير درجة بسيطة منه ما نعرفش نعيش، ما نعرفش نحافظ على نفسنا، ما نعرفش نستر نفسنا، ما نعرفش نبني. الخوف يفضل دافع لينا يزقنا لقدام، نبني ونصون نفسنا وغيرنا لحد ما يزيد قوي قوي قوي، وبدل ما يبقى محرك يصبح معطل. درجات الخوف العالية بتندرج تحت الأمراض النفسية، شهير منها مجموعة كبيرة قوي قوي دلوقتي. ليه؟ لأن الضغوط الحياتية وسرعة إيقاع الحياة اللي احنا عايشينها بقت بتلفت نظرنا لمخاطر ممكن نتعرض لها، فأصبح الخوف قدام عينين معظمنا في أوقات كتير قوي من حياتنا. الخوف لما يبتدي يعطلنا ويدخل تحت مظلة الأمراض لابد إن احنا ما نستسلمش ليه، لأن اللي بيسيب نفسه فترات بيمارس الحياة بدافع الخوف بس بينتزع منه، ما بيبقاش موجود جواه الإحساس بالأمان. ولو ما فيش إحساس بالأمان، كل سنة وحضراتكم طيبين، تفقد الحياة طعمها، تبقى أكنها معركة بس. أمثلة كتير جدا من أشكال الخوف ابتدت تاخد حيز في وجدان وعقول البشر، بالذات بعد الجائحة القوية اللي العالم اتعرض لها الفترة اللي فاتت. ابتدى يظهر بشدة الخوف مثلا من الزحمة، الخوف من القرب من الناس. قعدنا فترة مش عارفين نسلم على بعض، منعنا الناس، منعنا ان انا اشوف اخويا مد ايدي واسلم عليه، مع ان من الثابت ان الطبطبة دي وان ايد حد تيجي في ايد حد ده بيحسس الواحد بطمأنينة. واللي كان عنده امراض خوف نقول كامنة، يعني بسيطة او مستخبية شوية، مع الضغوط اللي تعرضنا لها والضغط اللي الواحد بيتعرض له عادة بتظهر وبتاخد شكل السطح، شكل من أشكال المخاوف. والمخاوف دلوقتي هي من أمراض القلق الشهيرة جدا جدا، نسميها specific phobias، خوف من حاجة بعينها. الناس اللي بتخاف من الزحمة، وبقوا كتير لأن اتربط عندنا وجودي في الزحمة في إن هيجيلي فيروس معين يموتني. في ناس بتخاف من المرتفعات، وناس بتخاف من الطيران، وفي ما كناش بنشوفها زمان بقت بتتكرر علينا الفترة اللي فاتت دي، خوف من البرق والرعد. والناس في الحالات دي ما بتبقاش فاهمة هي عندها ايه، خوف لدرجة الهلع. والهلع من أعلى درجات الخوف، لأن البني آدم في نوبات الهلع بيحس بتسارع شديد جدا في ضربات القلب، وما بيبقاش عارف ياخد نفسه، بيفتكر إنه بيموت أو بيحتضر. وساعات ناس تجري، وساعات ناس يتشل حركتها مش عارف يعمل إيه، وهي نوبة تاخد لها 10 دقايق ربع ساعة وبتعدي عادة، إلا لو لا قدر الله قلبت حال ستيت، يفضل الواحد يوم واثنين وثلاثة في حال من الفزع والهلع، حاسس ان روحه بتتسحب ومتوتر ومش عارف يقعد على بعضه، مش عارف ياخد نفسه الى اخره. علاجات الخوف في شكلين من العلاجات السلوكيه، شكل ما بنستحسنوش قوي، يعني اللي هو مواجهه الشيء اللي انا بخاف منه، لانه واحد بيخاف من المرتفعات يطلع يفضل باصص من بلكونه ممكن لا قدر الله يقع، او حاجات كتير ممكن تعمل مشاكل. خوف من الحيوانات الأليفة أو الكلاب، مش شرط الأليفة، فتقول له لا لازم تقف جنب كلب وتطبطب على كلب، يقوم عضه فيجرى له مشكلة. والناس اللي بتفضل دايما المواجهة في المخاوف خير وبركة، بس اعرف انه الحمد لله انت ما دخلتش في مستويات مرضية من الخوف، لان الخوف الشديد لما الواحد بيواجه اللي بيخاف منه لا قدر الله ممكن قلبه يقف. الشكل التاني من اشكال العلاجات السلوكيه البيهيفيرال ثيرابيز نسميه دي سنسيتايزيشن، يعني سنه سنه. قاعد بتخاف من كلب، قرب له سنه سنه ويكون كلب اليف بتاع حد من صحابك وصاحبك شايله الى اخره لحد اما تطمن له. بتخاف من انك تمشي بالعربيه على سرعه 100 كيلومتر في الساعه، اركب جنب حد يمشي بيك على 10 وبعدين 20 شويه و30 لحد ما يوصل ل 100. لما ما بيحصلش كنترول على المخاوف دي بنضطر نتدخل تدخلات دوائية اللي معظمها إن شاء الله بتجيب نتائج لا بأس بها. الخوف لابد أن يكون محرك، فيما عدا ذلك اعرفوا أنه خوف مرضي لو قلب معطل. ربنا يكفينا شر الخوف ويدينا خيره. شكرا جزيلا لحضراتكم، السلام عليكم.